بالمناسبه الكابتن هاني سعيد امبارح طلع تاني وهاجم الناس اللي عملوا معاه مداخله. واحنا قاعدين ملطشه ولا ايه؟ هو في ايه؟ حضرتك كنت غلطان في مداخلتك، كنت غلطان. فبدل ما يطلع يقول لك انا باسف وبعتذر، قال لك لا هي القناه قصده ايه؟ ده القناه عامله لك مداخله، وانا صديق والمذيع ده صديقي يا عم وماله، افرحوا ببعض وامرحوا ببعض. انا بتكلم في اصول وثوابت وقواعد ومحدش بينطق. وهطلع انا اللي غلطان والله العظيم ثلاثه، هطلع انا اللي غلطان في الاخر. وجايز ابص اطلع الاقي معمول فيها مذكره مثلا من هناك من النادي ولا حاجه مطالبه بايقافي، وماله. بس مش هبطل كلام. ايه ده؟ يا راجل اعتذر يا راجل. راجل بيقفل السكه على الهوا قدام الملايين، والتاني بعد بيقول له بيكلمه عشان يقول له مبروك. فيطلع بقى يقول لك لا ده القناه قصده ايه؟ قناه قطعت الاستوديو التحليلي عشان تقول لك مبروك وعشان تبقى فرحانه بيك وعشان وانت في احتياج للناس انها يعني تساندك وتساعدك. يعني انا عجبني جدا يورشيتش قال لك انا اتمنى ان جمهور الاهلي يحضر، واتمنى جمهور الزمالك يحضر، واتمنى الجمهور يأزرنا. وامبارح يعني احد الاتحادات من ذوي الهمم راح بعت قال لك انا هآزر وسند بيراميدز ب 150 واحد، كتر خيره. وكنا ممكن نقعد بقى نتكلم ونقولها بشكل جميل ونجيب الناس ونحضر الناس وشغلانه وتبقى جميله حلوه يعني. ليه بتفقد ليه بتفقد التعاطف؟ ليه حضرتك؟ يعني انا مش فاهم يعني. اعمل مداخلات زي ما انت عايز واطلع ضيف زي ما انت عايز، بس حتى النبره مش حلوه يا كابتن هاني. ما حاجه عجيبه جدا وحاجه انا والله مذهول ومندهش. لا عنده نص ملعب ولا عنده هجوم ولا عنده حتى دفاع. اقسم بالله انا مش عارف ازاي صن داونز وصل للنهائي. لا وعدى من نص النهائي على حساب مين؟ على حساب الاهلي المصري. والله 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 كولر ودانا في 60 داهيه. جت والله معاهم حصل. بالصدفه بالخبره. مش هقدر اقول لك اكتر من كده. مفيش اي جمل. هي جت معاهم بالخبره. خبره لعبتهم وان هم متمرسين في افريقيا وفي بطولات افريقيا ان هم يسجلوا الهدف الاول في الدقيقه 54. وغير كده والنفس. كمان غير كده كمان هي برضو كان فيها حظ كبير قوي كمان اللي هم اصلا يجيبوا جون زي ده. ف فاسمه ده اللي هو اصلا يعني انت لو كنت سايب بس اللعيبه تنزل كده يلعبوا من غير بقى مدرب، سيبهم بس هم مع نفسهم، والله العظيم انت كنت تكسب هنا سكور مستريح. ده بالنسبه لنا احنا. اه ما انا بقول لك انا اللي انت انا بكلمك مش على فاهم نهائي يعني افريقيا. ازاي. انا بكلمك على اه النهائي. هما جابوا جون في الدقيقه 54 صن داونز. جون بالخبره مش اكتر بالخبره. ثم حصل معاهم نفس اللي حصل معانا بالظبط. نفس الكاس اللي احنا شربنا منه اللي هما شربونا منه هم شربوا منه بقى على ايد بيراميدز. بيراميدز. في الدقيقه حاجه و90 يسجلوا هدف قاتل بالمعنى الحرفي. لو بيراميدز ربنا وفقها وخدت البطوله دي هيبقى بسبب الجون ده. خلي بالك انت كمان في حاجه بالنسبه للزملكاويه اللي هم، يا عم كان رايي نخليه في بارت 2، في كلام كتير حلو. قول يا باشا عادي قول. بالنسبه للزملكاويه اللي هم عاملين يشجعوا، اصل انت لو شفت الزملكاويه امبارح كانوا بيحتفلوا. احتفال اه اكن البطوله خلاص كويس انت في ايد فتحت الموضوع اهو، ده. فاهم. كويس انت فتحت الموضوع ده. فبيراميدز لو خد البطوله السنه دي هيبقى 2029 رايح كاس عالم للانديه. اه فتخيل بقى اللي هو دلوقتي اصلا، يبقى انت تخيل دلوقتي هتبقى معاك فلوس، وهيبقى معاك اللي انت قيمه اللي انت هتضيف للاعب اللي انت هتلعب في كاس العالم للانديه. معاك بطولات او معاك ان انت هتشارك في بطولات عالمية زي الاهلي يعني. بالظبط. ومعاك فلوس بالظبط وانت كده كده معاك فلوس. فعلا. بس عايز اقولك على حاجة. هو الاهلي برضو مش قليل والاهلي يعني الحتة دي النقطة دي ما تقلقوش قوي. لان الاهلي تقيل والاهلي فيه فلوس جامدة وعدد بطولاته يعني حدث ولا حرج ومشاركته في اي بطولة سواء قارية ولا عالمية بتدي البطولة نفسها مكاسب كتيرة جدا. تمام. دي فالاهلي حقيقه، معروف. انا بقولكش خطر على الاهلي، انا بقول لك خطر على الزمالك. اصل في زملكاويه شايفين ان بيراميدز كده هياخد مكان الاهلي. ده بالعكس هو خد مكانهم هم اصلا. بالظبط. هي كده بيراميدز بقت المنافس بتاع الاهلي داخل مصر. بالظبط ده حقيقه. تمام. انت كنت المنافس بتاع الاول على استحياء.
دلوقتي لا، دلوقتي خلي بالك، انا كاهلاوي ممكن اتبسط لان ظهر لي منافس اقوى منك انت بكتير. مم. ولما يكون في منافس قدامك قوي، اللعبة بتبقى حلوة. بالظبط. فاهمني؟ بالظبط. ف بس هقول لك على حاجه، لو يعني مثلا نفترض كده اللي احنا كنا عدينا من سان داونز مثلا، مم. بتفتكر اللي احنا لو كنا احنا اللي قدام بيراميدز في النهائي، كنا يبقى ادائنا بالشكل المعفن دوت زي ما سان داونز ادى؟ لا، احنا لو كنا عدينا من صن داونز يا احمد كنا هندخل في كوارث تانية. ليه بقى؟ قول لي وكده ليه. هو سبحان الله، ما فعلا انت كان كولر هيكمل معاك، الله يفتح عليك. كنا هنروح في داهيه فعلا. كولر كان هيكمل هي- معاك، ولو انت كنت خسرت البطولة من بيراميدز كانت هتبقى يا صعبة جدا. لهوي على وجع القلب. كانت هتبقى صعبة جدا. فعلا. يعني انا فعلا انت لو خيرتني، لا انا بالنسبه لي اطلع من سان داونز احسن. بالظبط كده، اطلع من صن داونز افضل بكتير جدا. ما لأن أنا بيراميدز تاخد البطولة على حسابي انا. فعلا يبقى اول فاكر بطوله. انت نهائي القرن؟ فاكر نهائي القرن بين الاهلي والزمالك؟ اه. وقتها احنا كنا قاعدين مرعوبين حرفيا. والزمالك كان اداؤه قوي جدا، وكان فرقه جامده جدا. فرجاني ساسي، بن شرقي، كانت فرقه ترحامة زيزو، كانت فرقه جامده بجد. يا وامام باشا عاشور تقريبا كان الزمالك، موجود معاهم. اه الزمالك لو كان خد، بس كان لسه ما بدأش يلعب قوي، الزمالك لو كان خد افريقيا دي منك، انت قسما بالله الاهلي ما كانش هيقوم لقومه تاني. احنا كنا مرعوبين، وخصوصا في اخر ايوه. 5 دقايق ان خلاص الدنيا. انت مش موجود حرفيا، وهم ضاغطين عليك ضغطه بنت لذينه. الدنيا اتشدت جامد في حاجات على فكره، يعني الموضوع ده بيضايقني قوي من يعني من لعيبه الاهلي. يعني لو تفتكر اخر كام سنه في افريقيا، دايما الجون البدري ده وحش لينا دايما، سواء نص نهائي او سواء نهائي باي دور من الادوار. المشكله يا ابو حميد عندك في المدربين. تفكير المدربين عندك بيبقى في البتنجال خالص. موسيماني كان في الماتشات الكبيرة هو كان بيأدي وكان بيكسب كمان، ولكن بيكسب بطريقة اللي هو زي نهاية القرن كده، يخطف الجون وينام ورا. الاغلبيه للدفاع بالظبط. اه، وكولر برضو كان نفس القصة. مم. فانت المشكلة عندك كانت في المدربين كانوا جبنة شوية. بس انت يعني مثلا ايه رايك في حته اللي هو المدرب بيعيش سنه والتانيه كويس او معاك، يجي في التالتة ما تلاقيهوش، وفي اواخر التانية برضه بيكون بيبدأ اللي هو خلاص. يعني مثلا كولر لو تفتكر له في الاول، يا امم باشا ده واحد كان رايح بيهاجم ريال مدريد عشان يجي يخاف من سان داونز. ما انا هقولك. قول لي. المدرب بيبقى جايلك عنده شغف عالي جدا، تمام. عايز يحقق بطولات، عايز يعمل، خصوصا لو هو يعني مدرب عايز يعمل اسم يعني. زي كولر مثلا كان لسه جاي زي برضه كولر مع وزي فترة. موسيماني وزي فايلر. بالظبط. تمام. فجأة تمام. بيلاقي نفسه معاه 6 7 8 9 بطولات في وقت قصير جدا. في سنة واحدة. اه، فبيبدأ الشغف ده يقل. مم. بيبدأ يخاف على التاريخ اللي هو عمله ده. اه. فمش عايز يخسر بقى. ف يعني مثلا كولر، انا شفت المشهد ده بعد ما مشي. كولر كان عايز بشكل كبير جدا ان هو يكمل علشان يلعب كاس عالم. كان نفسه فعلا، هو كان اصلا قايل لك، يعني الكلام كان طالع من الناس اللي حواليه، قال لك انا عايز هيلعب كاس العالم ويعتزل التدريب، مش هيدرب تاني. شفت بقى؟ مم. فهو كان خايف، كان بيلعب وهو خايف يخسر من صن داونز.